حدي الدباغ بيعمل حركة دايما بتتعاد في كل الماتشات واتعادت كتير قوي في ماتش الجونة، اللي هي ايه بقى الحركة دي؟ حدي الدباغ دايما بيسرق المساحة الفاضية اللي ما بين الباك وما بين المساك. يعني دايما بيوهم الباك او المساك ان هو هينزل تحت، وفجأة يقوم متحرك في المساحة الفاضية دي. جات له مرة واتنين ولكن ما بتجيش مظبوطة بالشعر. يعني هي كل مرة بيبقى طويلة شوية، قصيرة حبة. دي شغلانة اللعيب اللي بيوصل له الكرة أصلا. يعني اللعيب اللي بيوصل له الكرة لو عنده كواليتي كويس وعنده سنس كويس إن هو يوصله في المساحة اللي هي بقى تخليه يعدي المساك، وفي نفس الوقت حارس المرمى ما يطلعش. الكرة المكررة دي اتبروزت قوي في الكرة بتاعت عدي الدباغ مع حارس المرمى والتدخل معاه، واللي تسببت في انذار لحارس المرمى، رغم ان الحكم كان لازم المفروض يراجع الكرة دي. لكن مش دي موضوعنا خالص. الكرة دي يمكن هي المرة الوحيدة اللي اتلعبت فيها الكرة صح ومتقنة، ما كانتش زيادة شوية وما كانتش قليلة شوية. عدي الدباغ دايما بيسرق المساحة دي، لازم بيسرق المساحة اللي ما بين المساك والباك. فجأة تلاقيه بيخطف وفجأة تلاقيه بيعدي في المساحة دي. فاللي هنا شغلانته ان هو يوصل الكرة، اذا كان عبد الله السعيد او اذا كان حتى الباك فتوح او عمر جابر، يلعبوا كرة قطرية للراجل ده عدي الدباغ اللي دايما بيسرق في المساحة. لو اتلعبت له الكرة دي صح مرة واتنين، اضمن ان الزمالك ممكن يحط جون او اتنين في كل ماتش. عدي الدباغ مهاجم ذكي، عارف هو بيعمل ايه، بجانب طبعا ان هو قدم ماتش كبير قوي قدام الجونة، بيضغط كويس، بينزل في مناطق مش بتاعته خالص عشان يسيب الاستحواذ للزمالك.